فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم. فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به. الصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة. فإذا قلنا لا تضرب فمعناها أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا وأن لا يهتم. فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أي دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك. فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم. فلا بد من الضرب. لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو الجارح، أو الضرب الذي لا يناسب الحال، كضرب المرأة ضرب العبد، والمراد بالعبد هنا المملوك. وذلك أن الإنسان له أن يؤدب امرأته وله أن يؤدب مملوكه، لكن تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته، إذ أنه سوف يضاجع امرأته في آخر النهار، فكيف يؤدبها كما يؤدب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؟ لأنه إذا ضربها ضرب العبد، ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد، فإنه يحصل في قلبها نفرة منه وبغضاء له، وحينئذ لا تتم السعادة بينهما حين الاجتماع. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن جلد المرأة مطلقا، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد. نعم.